السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريب سلاح التلميذ على الدرس الثالث من صفحة 185 إلى صفحة 188. يا ريت يا أبطال ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأول صح وخطأ. نقول بسم الله، ما ننساش بقى نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الصلاة على النبي يا شباب هتاخد عليها حسنات كتير جدا. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صح وخطأ يا حبايبي. أضافت الحضارة الإسلامية العديد من الإسهامات للحضارة الإنسانية. صح. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم المسلمين القراءة والكتابة شرط للإفراج عن أسرى غزوة أحد. هتقول له خطأ. اهتمت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بالعلوم والفنون. صح. تعد المدارس المؤسسات تعليمية وحيدة في الدولة الإسلامية. تقول له خطأ. برع المسلمون في الطب وخاصة مجال الجراحة. صح. كانت حلقات العلم بتقام في المسجد النبوي في مصر. هتقول له خطأ. وضع المسلمون نظام الكسور العشرية واستخدامات الصفر. هتقول له صح. أضاف المسلمون الأرقام العربية 1 2 3 إلى علم الرياضات. هتقول له صح. الرياضيات. بيقول لك هنا انتقلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا عبر جزيرة مدغشقر. تقول له خطأ. وجود المشربيات في المنازل إحدى مميزات العمارة الإسلامية. صح. تعد القلاع والحصون التي شيدت في عصر الدولة الإسلامية من المنشآت الاجتماعية. خطأ. يمثل خط الرقعة أو خطا أوروبيا خالصا. هتقول له خطأ. ده خط إسلامي مصري وعربي. طيب، نجح المسلمون في تفسير حدوث بعض الظواهر الطبيعية. تقول له صح. تعد قباب المساجد أحد أشكال العمارة المميزة للحضارة الإسلامية. صح. اختر الإجابة الصحيحة. تميزت العمارة الإسلامية بوجود المشربيات في المنازل. استخدام الصفر أحد إنجازات العلماء المسلمين في علم الرياضيات. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم الأسرى المسلمين. الأسرى. أمر الرسول الأسرى إن هم يعلموا المسلمين القراءة والكتابة عقب غزوة بدر. انتشرت حلقات العلم في عصر الدولة الإسلامية في المساجد. منشآت اجتماعية بتظهر براعة المسلمين في العمارة. هتقولوا المدارس. يعد من أوائل الذين حاولوا الطيران في عصر الدولة الإسلامية. تقولوا عباس بن فرناس. حلينا صفحة 185. ننتقل لصفحة 186 يا حبايبي. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. السؤال الثالث بيقول لك هنا صوب ما تحته خط. توصل علماء المسلمين الى شكل الكرة. هتقول له كروية. انشأ هارون الرشيد مكتبة بيت الحكمة في بغداد. جاء اكتشاف الدورة الدموية نتيجة براعة المسلمين في علم الطب. انتقلت العلوم الإسلامية إلى أوروبا عبر الأندلس وجزيرة صقلية. هنا السؤال الرابع أكمل. تعد المستشفيات التي شيدها المسلمون من المنشآت الاجتماعية. قام المسلمون بتحديد اتجاهات في رحلاتهم البحرية باستخدام البوصلة. أنشئت مكتبة بيت الحكمة في عهد الخليفة هارون الرشيد. تحديد المسلمين لأوقات الصلاة والصيام والأعياد ده دليل على براعتهم في علم الفلك. توصل المسلمون إلى كروية الأرض بفضل نبوغهم في علم الجغرافيا. بتعبر الأعمدة ذات التيجان عن براعة المسلمين في فن العمارة. بتعد القلاع والحصون التي شيدها المسلمون من المنشآت العسكرية. هنا يا بطل حدد العلم الذي حقق فيه العلماء المسلمون من الإنجازات التالية. الجراحة وتشخيص الأمراض ده علم الطب. وضع نظام الكسور العشرية ده علم الرياضيات. معرفة ظاهرة قوس قزح ده علم الفيزياء. تسجيل وتحليل أحداث الماضي ده علم التاريخ. معرفة طبيعة البلاد والطرق التجارية اللي بتربط بينها ده علم الجغرافيا. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. جزيرة في جنوب إيطاليا انتقلت عبرها الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. هتقول له جزيرة صقلية. أشهر المكتبات التي تأسست في بغداد على يد هارون الرشيد. هتقول له بيت الحكمة. علم استخدمه المسلمون في رسم خريطة للكرة الأرضية. هتقول له علم الجغرافيا. مسجد بالمدينة المنورة عقدت فيه حلقات العلم في عصر الدولة الإسلامية. هتقول له المسجد النبوي الشريف. حلنا صفحة 186 يا حبايبي. ننتقل لصفحة 187. 187 السؤال السابع. بما تفسر تعد الحضارة الإسلامية سبب في تقدم أوروبا. هتقولوا لأنها انتقلت إلى أوروبا عن طريق الأندلس. اهتمام المسلمين بدراسة علم التاريخ. هتقولوا التسجيل وتحليل أحداث الماضي للاستفادة منها في الحاضر. يبقى التسجيل وتحليل أحداث الماضي للاستفادة منها في الحاضر. ارتبط علم الجغرافيا بفتوحات الدولة الإسلامية. هتقولوا لأنه بيدرس طبيعة البلدان التي فتحت والطرق التي ترتبط بها. يبقى لأنه بيدرس طبيعة البلدان التي فتحت والطرق التي ترتبط بها. ما النتائج المترتبة على براعة علماء المسلمين في الطب. هتقول له اكتشفوا الدورة الدموية وبرعوا في الجراحة وتشخيص بعض الأمراض.
ترجمة أوروبا كتب العلماء المسلمين وتدريسها في الجامعات الأوروبية، هتقول له تقدم الحضارة الأوروبية وازدهارها. الاهتمام بالمؤسسات التعليمية في عصر الدولة الإسلامية، هتقول له أدى إلى تقدم المسلمين في المجالات العلمية. دلل تاريخيا على صحة كل مما يلي. اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم المسلمين القراءة والكتابة، هتقول له كل أسير بيعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. براعة المسلمين في علم الفلك، هتقول له تحديد أوقات الصلاة والصيام والأعياد. تأثر أوروبا بالحضارة الإسلامية، هتقول له انتقلت إلى أوروبا روائع الحضارة الإسلامية من علوم وآداب. تعدد أنواع الخط العربي، هتقول له يوجد خط النسخ وخط الرقعة. إبداع المسلمين في فن العمارة، هتقول له أقاموا المساجد والمنشآت الاجتماعية مثل المستشفيات والمدارس. تعدد المؤسسات التعليمية في الدولة الإسلامية، هتقول له حلقات العلم والكتاتيب والمدارس والمكتبات. ما العلاقة بين علم الفلك والعبادات الإسلامية، هتقول له برع المسلمون في علم الفلك وأنشأوا المراصد الفلكية وتحديد أوقات الصلاة والصيام. يبقى برع المسلمون في علم الفلك وأنشأوا المراصد الفلكية وتحديد أوقات الصلاة والصيام. علماء المسلمين وأوروبا، إيه العلاقة بينهم؟ هتقول إن أوروبا ترجمت كتب علماء المسلمين في جميع المجالات العلمية وتدريبها وتدريسها في الجامعات الأوروبية. يبقى أوروبا دي ترجمت كتب علماء المسلمين في جميع المجالات ودرسوها في الجامعات الأوروبية. في رأيك كيف يمكن الاستفادة من الفن الإسلامي في تطوير العمارة بالعصر الحديث؟ هتقول له بناء المساجد ذات القباب بتعطي شكل جمالي. بناء المساجد ذات القباب بتعطي شكل ايه؟ جمالي. اهو يا شباب. خلاص يا ابطال، بكده يا ابطال نكون حلينا مع بعض تدريبات الدرس. حلينا صفحة 185 و186 و187 من كتاب سلاح التلميذ، مادة الدراسات الاجتماعية الصف السادس الترم الثاني. يا ريت يا ابطال ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك حلو منكم كده. حط لنا لايك تحت الفيديو، بص عندك تحت الفيديو مباشرة علامة اللايك، حط لنا لايك للفيديو واشترك في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات توصل لكم اول باول ان شاء الله. بالتوفيق والنجاح يا حبايبي، مع الف سلامة.